يا مساء السعادة، يا مساء السكر الزيادة على عينك يا ست الكل. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبأتم صحة وسعادة وهنا. هنعمل النهاردة مكرونة بالبشاميل جوسي وطعمها تحفة وخطيرة، وكمان هنعمل جلاش بالجبنة والبسطرمة. حاجة كده يا جماعة تحفة. تعالوا معانا نشوف هنعملهم ازاي كده بكل بساطة وبكل هدوء، وهنعمل كمان بشاميل سريع ما ياخدش منك وقت ابدا، وفي نفس الوقت عمره ما هيكلكع معاكي. اول حاجه هنعملها هنعمل اللحمه المفرومه اللي نحطها جوه ايه، جوه البشاميل. اول حاجه نحط ماده دهنيه، وهننزل ببصلتين كبار كده حلوين. منهم يدونا طعم مسكر وحلو، ومنهم هيكتروا لي اللحمه المفرومه شويه. اول ما تدبل البصلايه هننزل عليها فص توم واحد بس، مش هنكتر توم. هنقلب تقليبه حلوه، وبعد كده اول ما تشمي ريحه التوم فحفحت كده وبقت ريحتها طالعه، تنزلي باللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه كانت متجمده لسه شويه، فانا طبعا على النار كده هبتدي ان انا هقلبها لغايه لما تفك. تمام. وانا بحب اللحمه المفرومه تكون خشنه شويه، ما تكونش ناعمه قوي. بعد ما فكت هتنزلي عليها بطماطمايه مقطعه مكعبات صغيره، ومعلقتين صغيرين من الصلصه البيوريه اللي هي الجاهزه. بيدوا لون حلو وبيدوا طعم جميل جدا. هندي تقليبه حلوه كده زي ما انتم شايفين، ده كله طبعا على النار. حلو قوي كده. بعد كده بهاراتنا ايه، ملح وفلفل وشطه وشويه سكر صغيرين وبابريكا وحبهان مطحون. انزلي بالخلطه الحلوه دي على العسل اللي قدامك دي. طيب في ناس بيقلبوا فيها كده على النار لغايه لما تتعصب خالص، تمام زي الفل مفيش اي مشكله. انا بقى ما بستريحش من جوايا الا لما احط كوبايه ميه حلوه كده واسيبها على النار تاخد وتدي، على نار عاليه طبعا، لغايه لما الميه دي تتبخر وكده استريح من جوايا احس انها استوت. حطيناها على النار لغايه لما استوت. تعالوا بقى نشوفها، بصوا اهي زي الفل. كانت ريحتها حلو، طعمها كان خطير، وكمان اللون بتاعها عسل. حلو كده حلو كده. تعالوا بقى لما نحط الحاجات دي جوه الصينيه. هنجيب الصينيه بتاعتنا، وكانت كبيره شويه معلش لان كان عندي عزومه. هنزل بالمكرونه، والمكرونه بتاعتي تكون 3/4 سوا، مش مستويه قوي، 3/4 سوا. ولما تيجي تفرديها في الصينيه ما تضغطيش بايديكي، بالراحه كده بايديكي الحلوين يا ست الكل، وتفردي المكرونه. بعد كده طبعا في ناس بيحطوا بشاميل الاول في الصينيه من تحت، يقولك عشان ما تلزقش او عشان ما تتحرقش. انا بالنسبه لي كل ما احط بشاميل في قعر الصينيه بتتحرق، معرفش ليه. انا بحب كده المكرونه بتاعتي وفيها اللحمه المفرومه. وبعد كده بقى عشان نطعمها شويه، وعشان اللي هياكلوا طبعا المكرونه يحسوا ان انا مكلفاها شويتين، هنحط شويه جبن من جواها. ميكس جبن بس مش موتزاريلا، كان شيدر ورومي. وقال لي عليها اصفر طبيعي، مش عارفه ايه اصفر طبيعي دي، بس انا هقول لكم حكايه ايه اللي خلاني اشتري الجبنه دي، وطلعت طعمها حلو جدا على فكره. اسمها الماسه، معرفش اذا كانت متوفره بقى في السوبر ماركت ولا لا. امال هتقولي انت جبتيها منين؟ هقول لك الحكايه بقى يا ست الكل. كنت ماشيه في الشارع من قدام مطعم انا اكلت من عنده قبل كده، وكان عامل سمبوسه كان طعمها خطير، الجبنه اللي جواها كانت عجباني جدا. المهم كنت معديه من قدام المطعم، فلقيت بينزلوا الجبنه. فطبعا انا لا مش هسكت، سالته هما بيستعملوا جبنه ايه، قالوا لي الاصفر الطبيعي، احنا بننزلها لهم وكده. فاتفقت معاه وقال لي اطلبي اوردر وهنجيبها لك لغايه هنا ان شاء الله. وانا طلبت الاوردر وجالي. كان طعمها حلو قوي. بالنسبه بقى للبشاميل نرجع مرجوعنا الجميل ده ونشوف هنعمل ايه. عندي هنا 8 معالق كبار من الدقيق، هتنزلي عليهم بكوبايه ونص من اللبن، او كوبايه ونص من الشوربه او الميه. هتقلبيهم كويس جدا لغايه لما تحسي ان خلاص الدقيق بتاعك داب خالص. في نفس الوقت تكوني حاطه الحله بكيلو لبن، يعني تغليه على النار. هتنزلي على اللبن ده بايه؟ انا بحط تقريبا معلقتين كبار من الزيت، وعليهم طبعا يعني تحققي الاكل بتاعك حلو يعني. انا طبعا عارفه المعيار ايه بالظبط. وهحط نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. هتقولي لي حطي من الابيض، هقولك ما بتفرقش معايا كتير، الطعم واحد، المهم طعم الاكل يبقى حلو في الاخر. هتنزلي بقى اول لما يغلي اللبن، هتنزلي بالخلطه اللي احنا عملناها، اللي هو الدقيق واللبن، او الدقيق والشوربه او الميه. هتقلبي بقى على النار كده بالتويست بتاعك لغايه لما يبقى القوام زي ما انت شايفه، ولغايه ما دي بتاعك يستوي. هتعرفي ازاي؟ هتحسي بقلاله كده بتحصل، خلاص كده بقى استوى زي الفل طبعا، ولا مكلكعه ولا هتضربيها في الخلاط تاني ولا الكلام ده خالص، ناجحه 100% معاكي. هتاخدي بقى البشاميل بتاعك وانزلي جميل على الساحه وتمخطر كده في الراحه، تنزلي كده بالبشاميل بتاعك وبعد كده تفرديه
بيبقى سلس معاكي ولونه كريمي وحلو جدا. اوعي تقلي عقلك او يوزك شيطانك كده وتروحي تجيبي بيضتين وتضربيهم وتحطيهم فوق ايه البشاميل. اوعي تعملي ده خالص. ليه بقى؟ البشاميل بتاعك هيزفر، مش هيبقى طعمه حلو. آه يعني مش احسن حاجه. لا تحطيها كده في الفرن وتفتحي الشوايه بعد ما تسيبيها كده تشكشك مع نفسها في الفرن شويه، بعد كده تفتحي الشوايه تاخد اللون. او تعملي زي ما انا بعمل كده، تحطي شويه جبنه. طبعا ده كان ميكس عادي، وبعد كده خدت شويه من الاصفر الطبيعي اللي هو قال لي عليه ده وحطيته فوق الوش، فعلا خلى طعمها خطير زي ما انتوا شايفين كده. بس انا في الطبيعي ما بحطش جبنه فوقيها ولا جبنه جواها والله، هو المكرونه لحم مكرونه بشاميل، ده اللي انا بعمله في المكرونه بشاميل وبيطلع طعمها خطير وانا مشهوره بيها يعني. احنا طبعا عشان اللي عازمينه يلا زي بعض. حطينا الجبن زي ما انتوا شايفين، وهاخدها طبعا وادخلها على الفرن. مش هفتح الشوايه على طول، لا هسيبها شويه بس كده تشكشك مع نفسها، يجي يعني ربعايه كده ربع ساعه، وبعد كده هفتح الشوايه تاخد اللون الحلو. تعالوا بقى نعمل صينيه الجلاش الجميله العسل. شويه زبده كده في الصينيه وهتفرجيهم كويس. بعد كده هتجيب الجلاش، وانا زعلانه يعني مش زعلانه يعني، هو ما بيفرقش معايا كتير، بس انا كالجلاش لما جبته لقيته كله انصاص زي ما انتوا شايفين كده، بس ولا يهمني. حطيت ده يعني رصيتهم جنب بعضهم بمقام كده ورقتين، وبعد كده شويه زبده صغيرين زي ما انتوا شايفين، وبعد كده برضو هفرد ورقتين، يعني ما بحطش ورقه ورقه، ورقتين كده او ثلاثه، وبعد كده احط ايه، احط الزبده. بعد كده هحط طبعا انا فردت كذا واحده، بس انا يعني ايه عشان ما اطولش عليكم قطعت ورجعت تاني. هحط طبعا كميه الجبن اللي انا بحبها، وطبعا عشان هي عزومه ها، فكترت شويه من الجبن. مفيش اي مشكله. حطينا الجبنه، وبعد كده عندي بسطرمه كده، كان عندي حته في الفريزر كانت مستخبيه كده في وسط الحاجات، فلقيتها فقلت الله حلو قوي ده. جبنا البسطرمه وظبطناها كده يعني ايه، بتدي طعم وريحه حلوه في الجلاش. وبرضو لقيت في الفريزر شويه جبنه موتزاريلا كانوا مستخبين كده برضو، مش كنت شايفاهم، فجبتهم قلت لهم تعالوا يعني تخلص منكم بقى علشان ايه ما تبوظوش يعني. إيه ما كانش بايظه ولا حاجه، بس كانت هتبوظ لو كانت قعدت اكتر من كده. بعد كده بقى هتبتدي ترصي الجلاش بنفس الطريقه تاني، وبرضو تحطي زبده او سمنه حسب المتاح عندك، وبرضو تحطي طبقتين تاني، وبعد كده تحطي طبقتين تالت وبس، يعني تحطي تقريبا 5 ورقات فوق او 6 و6 برضو تحت. بعد كده تقطعيها. تعالي بقى نحضر اللبن او نحضر اللي احنا هنحطه فيه الجلاش. هتجيبي كوبايه من اللبن، هتحطي عليهم معلقتين ونص من النشا، معلقتين كبار ونص من النشا، وهتحطي عليهم كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه ونص كده او معلقه. هتقلبي الحلويات دي كلها مع بعضها لغايه لما النشا بتاعك يفك زي ما انت شايفه كده. وبعد كده تملحيها شويه ملح صغيرين وشويه فلفل صغيرين، برضو شويه فلفل اسمر صغيرين زي ما انت شايفه كده، وتقلبي بقى يا ست الكل. وتجيبي الجلاش بتاعك بعد ما تقطعيه تحطي عليهم ايه، اللبن بتاعنا ده بالنشا بالبيكنج باودر. كنا زمان بنحط بيضه، وكنت يعني مش بحب ريحه البيض قوي برضو في الحاجه، بحس انه بيزفر معرفش ليه، فطبعا البيكنج باودر حل محل البيض فزي الفل، وتوفير برضو على فكره، البيض غالي مش رخيص. هنحط عليهم برضو شويه جبن كده من فوق كانوا باقيين كده عندي يعني زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو هناخدها ونحطها فين في الفرن. زي الفل. تعالوا بقى نشوف الحلويات بعد ما طلعناها من الفرن. بصوا اللون بتاعها حلو جدا جدا جدا، وكانت المكرونه خطيره خطيره يا جماعه، والجلاش كان اخطر من المكرونه. كان طعمه حلو جدا جدا جدا. تعالوا بقى نقطع كده ونطلع حته من النص كده مع بعضنا. بصوا، وكان كمان على فكره، بس يعني عشان خاطر انا مش فاتحه الصوت بتاع الفيديو نفسه، كانت مقرمشه من فوق حلوه قوي. تعالوا بقى نطلع قطعه كده حلوه. اساسا لون البشاميل خطير، فاتح كده وكريمي وحلو. عايزاكم تجربوا الطريقه دي وبجد بجد هتعجبكم. طبعا انا الوصفتين بتوعي خلاص خلصوا. اتمنى طبعا اكون خفيف على قلوبكم، يكون الفيديو عجبكم والوصفات عجبتكم. بصوا بتمط ازاي المكرونه، مع اني مش حاطه فيها موتزاريلا ولا حاجه، كانت الجبن اللي انا جايباها دي تحفه بجد.
كان اسمها الماسة يا جماعة. انا مش بعمل اعلان، ما بعملش اعلان ولا حاجة، انا ما شفتهاش في اي سوبر ماركت عموما او اي مثلا ماركت كبير، ما شفتهاش. انا بيتهيألي هو يعني بيوزع بس او حاجة زي كده، انا ما اعرفش يعني، ما سألتوش. تعالوا بقى نشوف الجلاش بتاعنا الخطير. طبعا كان كل حاجة سخنة نار، حتى جيت ادوق المكرونة معرفتش، رجعتها تاني. والجلاش كان مليان جبنة وطعمه حلو وريحته كانت جميلة وكان سخن نار. انا بحاول، انا نفسي اقطعه قدامكم كده اوريكم مطة الجبنة وكده، بس معرفتش خالص والله. اشوفكم بقى المرة الجاية على خير في وصفة جديدة من وصفات حلاوة اكلنا مع ندى الحديدي، واتمنى طبعا الاشتراك وتفعيل الجرس. اشوفكم المرة الجاية على خير ان شاء الله، مع السلامة.